السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد عن عظماء وشخصيات بارزة من سوهاج سطروا تاريخا مشرفا. الشيخ محمد صديق المنشاوي، تاريخ الميلاد 28 ربيع ثاني 1938 هجريا، 20 يناير 1920. تاريخ الوفاة 5 ربيع ثاني 1989 هجريا، 20 يونيو 1969 ميلاديا. العمر 49 سنة. الشاعر محمد عبد المطلب، ولد سنة 1288 هجريا، 1871 ميلاديا، في بلدة باصونة إحدى قرى مركز جهينة بسوهاج من بلاد مصر. توفى سنة 1350 1931 في مصر. رفاعة رافع الطهطاوي، تاريخ الميلاد 15 أكتوبر 1801. تاريخ الوفاة 27 مايو 1873. العمر 71 سنة بطهطا. محمد سيد طنطاوي، الاسم بالكامل محمد سيد عطية طنطاوي، تاريخ الميلاد 14 جماد أول 1347 هجريا، 28 أكتوبر 1928 ميلاديا. تاريخ الوفاة 24 ربيع الأول 1431، 10 مارس 2010. العمر 81 سنة. محمد سعد الكتتني، تاريخ الميلاد 4 مارس 1952. العمر 70 سنة، بجرجة سوهاج مصر. عماد حمدي، تاريخ الميلاد 24 نوفمبر 1909 بسوهاج، تاريخ الوفاة 28 يناير 1984. العمر 74 سنة. محمد طه، مغني شعبي مصري، اسمه بالكامل محمد طه مصطفى أبو دوح، اتولد في بلد طهطا بصعيد مصر في 24 سبتمبر 1922، وتربى في بلد أمه عزبة عطلة بقرية سندبيس التابعة لمركز قليوب. تاريخ الوفاة 12 نوفمبر 1996. العمر 74 سنة. الشاعر جمال بخيت، اسمه بالكامل جمال محمد أحمد بخيت، مواليد 29/1/1954. اتخرج من كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1979 جامعة القاهرة. اختارت الإذاعة المصرية 4 مرات متتالية ليكتب الأغنية التي تشارك بها في مسابقة الأغنية العربية التي يقيمها سنويا اتحاد الإذاعات العربية لجامعة الدول العربية. تاريخ الميلاد 29 يناير 1954. العمر 68 سنة. الشاعر هشام الجخ، اسمه بالكامل هشام كامل عباس محمود الجخ، شاعر مصري معاصر، له أكتر من 55 قصيدة معظمهم بالعامية المصرية، وجميع قصائده صوتية. أصدر ديوانه الأول بمسمى الديوان الأول في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2017. تاريخ الميلاد 1 أكتوبر 1978. العمر 44 سنة بسوهاج. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.